تعالى هنا، هو ايه اللي يخلي شخص يشرح علم وفلسفه وسيكولوجيا يبقى ترند كده؟ هل عشان عبقري فعلا ولا عشان اتبنى كويس؟ النهارده هنسال السؤال اللي محدش بيحب يقرب له، هل الدحيح عبقري فعلا ولا مجرد شخصيه مصنوعه بدقه زي تجربه معمليه كده؟ الفيديو ده ممكن يبوظ لك الصوره الذهنيه اللي في دماغك او يخليك تحترمه اكتر من الاول. يلا بينا. بصراحه كده انا كنت من الناس اللي بتستنى حلقات الدحيح كل اسبوع، كنت حاسس اني بتفرج على علم وهو لابس كاجوال وبيتكلم مصري. بس مع الوقت بدات اسال نفسي، هو انا بحب المحتوى ولا بحب الشخصيه اللي بتقدمه؟ لان الدحيح بقى ظاهره مش مجرد واحد بيشرح. تعال بقى اقول لك ليه الدحيح نجح. السر الاول بقى في نجاح الدحيح هو الخلطه الغريبه بين العلم والترفيه. هو قدر يعمل المعادله اللي محدش عارف يعملها، اللي هي 50% محتوى تقيل، 50% هزار وسرعه وحركات وشخصيه. كانه بيقول لك كده انا مش هعلمك بالعافيه، انا هضحكك وانت بتتعلم. وده في التسويق اسمه ادجيتيمنت، يعني التعليم اللي ليه طعم الترفيه، وده اللي خلاه يسبق اي حد في مجاله من سنين. وهنا بقى السؤال اللي بيقسم الناس نصين، في ناس شايفه ان الدحيح عبقري فعلا لانه حافظ وفاهم وبيقدم المحتوى بتاعه بطريقته الفريده، وناس تانية شايفه ان ورا الدحيح ده منظومه ضخمه، كتاب وباحثين ومخرجين، وان هو مجرد وش الكاميرا بس خلينا نكون منطقيين كده شويه. حتى لو في فريق كامل وراه، مين اللي قدر يخلي الكلام ده مفهوم ومحبوب؟ ايوه فعلا هي الشخصيه نفسها اللي هي المفتاح، لانك ممكن تدي نفس النص لاي شخص تاني ومحدش هيسمع الفيديو دقيقه على بعضها. بس لما تبص بتمعن هتلاحظ ان شخصيه الدحيح متصممه بدقه وبذكاء، كل تفصيله محسوبه، سرعه الكلام، النظره، التكه، الافيه اللي بيكسر الخمود. حتى الكلمات بتاعته دي مش عشوائيه على فكره، ده ميكس معمول بحرفيه تخليك تحس ان انت بتسمع واحد صاحبك مش دكتور فيزياء معاك. يعني الشخصيه مصنوعه فعلا بس معموله بتصميم ذكي جدا. وهنا بقى انا لازم اديك القيمه او الرساله الرئيسيه. لحظة جيب الخيار واجي، وده بيوصلنا لحاجة مهمة جدا. النجاح في السوشيال ميديا مش بس موهبة، ده هندسة تأثير، تفهم ازاي دماغه بتشتغل وتعرف تتكلم لغته. والدحيح قدر يعمل كل ده بشكل عبقري جدا، مش عشان هو ملاك العلم يعني، لكن لأنه فهم المعادلة اللي بتخلي المعلومة تبقى ترند. فسواء الشخصية مصنوعة أو حقيقية النتيجة واحدة. وهو هنا صنع مدرسة كاملة في طريقة الكلام والتعليم والتقديم كمان. وهنا بقى انا لازم افهمك حاجه مهمه جدا. يعني مثلا لو واحد تاني حاول يقلده بيبان فورا، لانك مش هتعرف تقلد الروح. زي اللي بيحاول يقلد محمد هنيدي مثلا، يقول نفس النكته بنفس التون بس ما فيهاش كيمياء. فمهما كانت شخصيه الدحيح متصممه، في حاجه جواه فعلا بتخليه مختلف. يمكن مش عبقريه علميا بس عبقريه في التواصل. فالسؤال الحقيقي هنا مش هل الدحيح عبقري ولا مصنوع، السؤال هو ازاي قدر يخلي ملايين الناس تحب العلم. لان في الاخر لو الصنعه بتخدم المعنى يبقى الصنعه دي فن، وده يمكن يكون اذكى نوع من العبقريه. قولوا لي بقى في الكومنتات، انتم شايفين الدحيح عبقري فعلا ولا مجرد براند اتبنى صح؟ واكتب لي كمان مين تحب اعمل عنه تحليل بالطريقه دي، وما تنساش اللايك والشير عشان نراجع التفكير والتحليل للي جاي. عاش يا بطل انك كملت الفيديو للنهايه. حبيبي قلبي. سلام.